نروح بقى لموضوع الصرف والفلوس احنا قلنا ان لعيبة الزمالك مدية مهلة لحد يوم الخميس. لو ان هي عايزة فلوسها وعايزة مستحقاتها او جزء من مستحقاتها المتأخرة قبل ما تنزل التمرين. إدارة الزمالك مع جون إدوارد من امبارح بيحاولوا يتصرفوا في الفلوس دي عشان يحلوا أزمة اللعيبة، وكمان فعلا يعني بعيدا عن أي حاجة، الموضوع مش موضوع شكاوى، الموضوع موضوع إن اللعيبة دي فاتحة أسر وفاتحة بيوت وعندها أسر والدنيا زي أي حد فينا، يعني أي حد فينا شغال وعشان خاطر أكل العيش خاطر فلوس. فالموضوع ده عامل أزمة في الزمالك من امبارح أو موتر الدنيا. بس اللي أنا مش عاجبني ان كل الحلول المطروحه وكل السيناريوهات اللي بتتقال ايا كان ايه الصح اللي فيها وايه الغلط اللي فيها كلها قائمه على اشخاص وليس حلول بايجاد موارد دائمه. دي مسكنات. الحلول اللي الاداره بتفكر فيها وبيدوروا فيها دي مسكنات. ما بين بقى اصل، يعني انا الاسماء اللي هقولها طبعا مع حفظ الالقاب للجميع. الاستاذ ممدوح عباس بيدفع كل شهر 30 مليون، لا 35 مليون دعم منه، لا اصل هو رفع ايده، لا هو متضايق من الاداره، لا مش متضايق، لا اصل دفع فلوس ومش عارف راحت فين، اصل الفلوس دي اتصرفت كان هو باعتها عشان خاطر مستحقات اللعيبه قبل ماتش المصري واتصرفت على الصالات. ده سيناريو. السيناريو التاني اصل بيوفروا ومن ضمن السيناريو الاولاني ان الاستاذ ممدوح عباس هيبعت النهارده فلوس برضه 30 مليون جزء من مستحقات اللعيبه لحل الازمه. الجزء التاني لا، ده استاذ هاني بيرزي عضو مجلس الاداره هو اللي هيدفع 10 مليون سلفه للنادي ولا 20 مليون سلفه للنادي ولا ايا كان الرقم ايه سلفه للنادي عشان يحل ازماته لحد ما نشوف حل في ارض اكتوبر، ولحد ما نلاقي موارد، ولحد ما نلاقي. وفي سيناريو تالت ان الكابتن حسين السيد هو برضو اللي هيدي الزمالك زي قرض او هيحل مشكلة الزمالك حاليا ومستحقات، وفي بعض رجال اعمال تانيين وفلوس دي ترد بعدين او ما تتردش او منح او السيناريوهات كلها بتتقال وكلها مطروحة وحاجات كلها مطروحة بتدور في افق نادي الزمالك بقالنا 48 ساعة. كل ده كله مع احترامي للأسماء دي كلها ولمحاولاتهم لحل الأزمة ولمساهماتهم والفلوس اللي بيدفعوها، أنا مش بنتقدهم عشان محدش يقول أنت مش كتر خيرهم، كتر خيرهم، بس إحنا عايزين مش كل شهر ندور عشان مستحقات اللعيبة وعشان تجديد وعشان مدربين وعشان ألعاب صالات وعشان موظفين وعشان صيانة وعشان ندور مين يدفع. لازم يبقى في حل، حل دايم. يا جماعة الكلام ده لو هيزعل الناس بس الكلام ده الصح. لازم يبقى في حل دايم لمشكلة الزمالك المالية، لازم توفير موارد مالية دايمة تدخل أرباح لنادي الزمالك أو عوائد لنادي الزمالك يبدأ يحل بيها أزماته ويسد ديونه. فكرة الاعتماد على أشخاص مع كامل الاحترام والشكر ليهم ولمساهماتهم الكاملة، ولكن اعتماد على أشخاص مسكنات مش هتعالج المريض، بتزود من مشاكله، المشكلة قدام بتكبر مش بتنتهي.